انت بتتفرج دلوقتي على ديد بيكسل، فيديو جديد من سلسلة إعادة تدوير. خليني اقول لك سلسلة إعادة التدوير دي بنعمل فيها ايه. بكل بساطة بنجيب ديزاين قديم، بنحاول نخلي شكله ألطف كفيجوال يعني، مع الحفاظ على نفس الكونتنت بنفس التي او في بنفس كل حاجة. في الفيديو ده هنعرف ازاي حولت الديزاين ده من كده لكده. طيب من غير كلام كتير يلا بينا. اروح على الفوتوشوب وهفتح فايل 1080 في 1080، ريزولوشن 72 و16 بت ار جي بي كولر. بضغط كرييت. زي كل مرة في البداية بنزل الباك جراوند عندي، وهنا انا عندي الباك جراوند دي. هبتدي بقى ان انا انزلها واظبطها بالشكل ده. فكرة الديزاين عندي ان انا عايز اخلي الحاجة الاساسية عندي ازازة سبيرو. في نفس الوقت برضو حاجة مهمة عندي ان انا اظهر السعر، لان هو الديزاين بيتكلم بيقولك ان هو محدش يستغلك او ما تخليش حد يستغلك، لا ده السعر الرسمي بتاع الازازة 10 جنيه. في حاجتين مهمين عندي في الديزاين، ان انا ابين او اظهر بشكل لطيف ان انا اظهر ازازة سبيرو، في نفس الوقت اظهر ان سعر الازازة 10 جنيه. ابتدي بقى ان انا اظبط الباك جراوند كده بالشكل ده، وليكن مثلا كده مناسب. الحتة دي مثلا عايز اخد منها نسخة، واضغط الت بسحب كده وبنزلها تحت. ابتدي بقى ان انا اخد دي بالماسك، احدد الحواف بتاعتك كده وامسحها بالماسك، واخلي الاتنين كده، احدد الاتنين واضغط convert to smart object. طيب هجيب صورة البرودكت اللي عندي هو ازازة سبيرو. ابتدي بقى ان انا انزلها بالشكل ده، ابتدي ان انا اصغرها. طيب انت في مشكلة هتشوف ان هي مشكلة ان ازازة سبيرو مش ظابطة مع البوديوم او مش ظابطة مع الباك جراوند. ده ليه؟ طيب ده لان الازازة دي متصورة بفرونت فيو، والباك جراوند جاية من تحت، يعني متصورة من زاوية تحت. طيب هنحل المشكلة دي ازاي؟ بكل بساطة هاجي هنا ابتدي بقى ان انا اظبط مكان الازازة كده، وليكن مثلا كده مناسب. كبرها شوية كده، شايف ان كده مناسب. ابتدي بقى ان انا اقلل الاوباستي. يعني مهم جدا ان انت تشتغل بالاختصارات. يعني انت عشان تقلل الاوباستي، بدل ما تروح وتكتب او تروح وتشد السلايدر كده، انت واقف كده على اللير اللي انت عايز تقلل او تعلي الاوباستي فيها، بتضغط مثلا 70 7، بتضغط 7 فانت خلى الاوباستي عندك 70. تضغط 5 خلي الاوباستي عندك 50. بعد كده هضغط ماسك، هجيب البن تول وهبتدي بقى ان انا امسح الحواف دي. اعمل سيلكت للجزء اللي هو متقاطع مع الباك جراوند، واقفل الشيب كده وبضغط كنترول انتر عشان يحول لي البنتول سيلكشن. عشان امسح التحديد اللي انا عملته ده بضغط الت باك سبيس، عشان الغي السيلكشن كنترول دي. وبعد كده بضغط زيرو عشان الوستي تبقى 100%. طيب انا شايف ان هو كده مناسب والمشكله اتحلت. بعد كده هنزل باللوجو، يعني هنزل اللوجو بتاعي هنا بالشكل ده. ابتدي بقى ان انا اصغره كده وليكن كده مناسب. بس برضو انا شايف ان الباك جراوند عايزه تيجي هنا مثلا شويه، عشان اكتب السعر هنا براحتي والتايب ياخد مكانه. تاني حاجه بعملها ان انا اظبط الشادو هنا بتاع البرودكت او بتاع ازازه تسبيرو. باجي على اللاير نفسها وبضغط نيو لاير فوق منها. بعدين اللاير اللي انا عملتها بعمل لها كليبنج ماسك، بضغط الت وبضغط كليبنج ماسك. ابتدي بقى بالبرش، ابتدي ان انا اغمق الجزء اللي هو متلامس مع سطح الباك جراوند. اخلي اللاير مود مالتيبلاي واضغط اوكي. طيب انا كده في برضو حاجه محتاج ان انا اعملها في كل الحاجات اللي عندي هنا، وهي ان انا اظبط الالوان والاضاءات. هاجي هنا هخفي اللاير بتاعه البرودكت واللوجو. هاجي هنا على اللاير بتاعه الباك جراوند، بضغط كنترول الت شيفت اي. طيب ليه انا عملت كده؟ عشان اي تأثير انا هعمله بالكاميرا رو عايزه يتطبق على الاجزاء اللي هي ظاهره في الديزاين بس عندي، يعني الاجزاء اللي مش طالعه بره الارت بورد. بعد كده بروح على الكاميرا رو، بضغط كنترول شيفت ايه عشان يفتح لي الكاميرا رو. ابتدي بقى ان انا اقلل الاكسبوجر شويه، مثلا كونتراست عايز يعلى، الهايلايت تقل، وليكن مثلا الكالر اوديها ناحيه الازرق والنبيتي شويه اللي هو لون البرودكت. ساتوريشن والفايبرانس الديتيل عايزه تزيد شويه برضو الشاربن. ومن الاوبتكس بعمل فينيت يعني ان انا اغمق الحواف، وليكن مثلا شايف ان هو كده مناسب. طيب بعد كده هظهر البرودكت عندي الازازة سبيرو. بعد كده هعمل كنترول شيفت ايه برضو نفس الكلام، هظبط الالوان بتاعه الازازة. اقلل الاكسبوجر مثلا، كونتراست يزيد وليكن مثلا الكالر، اقلل الساتوريشن والفايبرانس، الديتيل برضو، واضغط اوكي. ده قبل، ده بعد، ده قبل، ده بعد.
هجيب الفلير من ضمن اللايرز اللي عندي او من ضمن الستوكس اللي عندي الفلير. طيب اخلي اللاير مود بتاعته طبعا سكرين. هاجي وليكن مثلا بالشكل ده، شايف ان هو مثلا كده مناسب، واضغط اوكي. اتاكد بس ان انا هعمل ماسك وهمسح الاجزاء اللي هي شارب قوي عشان ما بينش ان هي صورة كانت مقصوصة، واخليه تحت الازازة، اكبره مثلا وليكن كده. بضغط كنترول جي عشان اخد نسخة تاني منه، كنترول تي عشان اصغر واحرك اللاير بتاعتي. وليكن مثلا هكررها بالشكل ده تاني، بس اكبرها بالشكل ده. وليكن مثلا شايف ان هي كده مناسبة، كنترول جي. بعد كده برضو كنترول جي عشان اعمل لاير فوق اللاير دي او ازود من حدة الفلير. طيب اخلي الاتنين دول في جروب، الاتنين دول في جروب، هيكون دول مثلا كنترول جي، دول كنترول جي. برضو من ضمن الحاجات اللي انا بحب اعملها في الديزاين، خصوصا لما يكون ديزاين برودكت، بعمل اضاءة ورا البرودكت ده. ازاي؟ باجي على اللاير بتاعت الباك جراوند وبضغط نيو لاير، بعد كده بختار البرش. بعد كده بروح على اللاير، الجزء اللي هو في اللاير دي، وبعد كده ببتدي ان انا اختار لون فاتح ناحية الابيض شوية، اقلل بس وليكن مثلا كده. ابتدي بقى ان انا الون تحت البرودكت بحيث ان هو منور كده او في باك لايت جاي عليه، وليكن مثلا كده مناسب. طيب برضو هنا الفلير مش ظاهر عندي ليه؟ لان الحتة دي فاتحة شوية. طيب اعالج المشكلة دي ازاي؟ بكل بساطة ان انا ممكن اغمق الجزء ده كله. باجي هنا على الباك جراوند وبعد كده بعمل نيو لاير بالبرش، برضو بختار اللون ده بقى، اروح بقى المرة دي على اللون الاسود، وليكن مثلا كده على الهادي كده، بحيث ان الفلير يظهر اكتر. ما انساش طبعا ان انا اخلي اللاير مود بتاعتي مالتيبلاي. اي حاجه غوامق تخلي المود مالتيبلاي، واي حاجه فواتح تخلي المود بتاعها سكرين. طيب هنا في مشكله واجهتني، ان الحده بتاعت الفلير ظاهره. اعالج المشكله دي ازاي؟ هاجي هنا على الجروب ده، اللي هو الجزء ده بتاع الجروب ده، بعمل ماسك. ابتدي بقى ان انا بالبرش كده اظبطها. هروح على التايب، ودي اهم حاجه في الديزاين عندي، لان انا زي ما قلت لك الديزاين ده اهميته ان انت تعرف سعر البرودكت. هتلاقيني برضو في الفايل سايب لك الدايره دي، بضغط كنترول سي كنترول في علشان احطها في الفوتوشوب، ولكن شايف ان هي كده مناسبه. واجي هنا اكتب 10، ابتدي ان انا اكبرها بالشكل ده مثلا، احطها هنا واكتب جنيه. اخلي الفونت يعني ما يكونش عريض بالشكل ده، صغر كده. واعمل كشيدة اللي هي الحرف المطول ده، وليكن مثلا كده. اتأكد ان الاتنين aligned مع بعض. اخلي ده كله بقى في جروب عشان لما احركهم سوا. في مشكلة برضو هنا انا لسه واخد بالي منها، ان الفلير جه على البوديوم او جه على الباك جراوند. زي ما قلت لك احل المشكلة دي ازاي؟ اروح على الماسك اللي انا كنت عامله اصلا وامسح الجزء ده. طيب التكست عندنا او التي او في عندنا بيقول لك محدش يستغلك. هكتب هنا محدش، كبر وليكن كده مثلا، وليكن مثلا كده كويس. يستغلك، محدش يستغلك. ممكن برضو اعمل كده هنا، صغر دي شوية. من ضمن الاستوكات اللي انا سايبها لك هتلاقيني سايب عندك زي شيب كده او خط كده، ممكن برضو استخدمه بالشكل ده، وليكن كده مناسب، بحيث ان هي تعمل تكوين او تعمل كتلة للتكست. يعني انا بص دي هتكون فرقت ازاي، يعني فرق كبير جدا بحاجة بسيطة احنا عملناها. اكتب السعر الرسمي، السعر الرسمي، بضغط كنترول ايه عشان احدد التكست كله، وليكن مثلا اختار الوزن ده يكون اخف من الهيدلاين، وليكن كده مثلا مناسب. ممكن برضو اطول الحروف كده بالشكل ده، بتدي شكل احسن يعني. خلي دي فلير لوحدها وفي دي فلير لوحدها عشان اقدر اتحكم فيها. وليكن دي مثلا اخليها بولد شوية، سيمي بولد، ودي برضو نفس الكلام. الاتنين دول مع بعض
وكنت برضو هنا عايز اعمل زي ريكتانجل كده او زي شيب، وليكن مثلا هاجي هنا بالريكتانجل بعمله كده. ابتدي بقى ان انا اخلي الستروك عندي وليكن اللون ده، او افتح شوية، والفيل مفيش. ابتدي بقى ان انا اعمل راوندد، اخلي الكورنرز راوندد بالماسك. هبتدي بقى ان انا امسح الجزء ده، فده شكلها هيبقى شكلها لطيف يعني. لو حاسس ان الستروك خفيف قوي مش ظاهر، ممكن ازوده من هنا، خليه وليكن مثلا 2. اللون مش عاجبني اصلا، فانا ممكن نختار اللون ده، او يكن مثلا شايف ان ده كويس. طيب برضو في حاجة مهمة انا نسيتها في الديزاين، وهي العنبة. هنزلها كده وبروح على الماجيك او الارازر تول، بختار الماجيك ارازر تول وانا واقف على اللاير، بضغط ضغطة كده في المكان اللي عايز امسحه، بيتمسح على طول. اخليها سمارت اوبجكت. بعد كده هبتدي بقى ان انا احطها في الاماكن اللي انا عايزها تكون ظاهرة فيها، وبعد كده هعمل لها الايفكت اللي هو بلور، واعمل لها كاميرا رو، هظبطها يعني. لكن هنا برضو وهنا هروح على الكاميرا رو، كنترول شيفت ايه. طبعا الاكسبوجر بتاعها هيكون قليل جدا، والكالر هتروح ناحية الازرق شوية وناحية اللون اللي هو بتاع البرودكت، واضغط اوكي. بعد كده اروح على فلتر، بعد كده هختار بلور، هختار جوجن بلور. بعد كده هبتدي ان انا وليكن مثلا كده مناسبة. هنا انا مثلا هنعمل نفس الكلام اللي انا عملته، بس عايز اعمل الايفكت اللي انا عملته في العنب اللي فاتت. اعمل ده ازاي؟ بروح على الثلاث نقط دول، وبعد كده هختار ابلاي بريفيس سيتنج، بيحط لي الايفكت اللي انا عملته على اللاير اللي قبلها يعني. ومن هنا برضو فلتر، وبعد كده اختار جوجن بلور وبضغط اوكي. نفس الكلام هنا كاميرا رو، ابلاي بريفيس سيتنج اوكي. بعد كده بروح على فلتر، وبعد كده جوجن بلور، وبعد كده بضغط اوكي. حاسس ان دي كبيره قوي، فانا ممكن ابعدها كده. ودي برضو إيه يعني. بص لما انت تخلص الديزاين، بص كده بصة سريعة، او بص كده على الديزاين ككل. شوف انت مثلا ممكن تغير ايه، ممكن تظبط ايه كده يعني. ممكن التكست عندي مثلا اللي هي الريكتانجل في اللي هو 10 جنيه، ممكن دي تكبر شوية، وليكن مثلا كده، وتاخد مثلا لون مختلف اللي هو اللون ده، وال10 جنيه كده برضو. والريكتانجل ده انا لونه مش عاجبني، فانا ممكن اخليه برضو ابيض، اعمل له color overlay واخليه ابيض. طيب كده انا باقي لي الخطوه الاخيره اللي بعملها في كل ديزاين. احدد كل التكست عندي هنا واحطهم في جروب، واحطهم في اول لاير، واللوجو برضو نفس الكلام. ابتدي ان انا اخفيهم كده، واجي على اللاير اللي هي تحت اللوجو، بضغط كنترول الت شيفت اي. عمل لي ايه؟ عمل لي كل اللايرز اللي تحت دي خلاها في لاير واحده. بعد كده بضغط كنترول شيفت ايه عشان اعمل كاميرا رو. اظبط بقى الساتوريشن، اظبط الديتيل. بعد كده هبتدي ان انا اغمق مثلا الحواف اللي هعمل فينيت، وليكن مثلا كده، شايف ان هو مناسب. بعد كده ابتدي بقى ان انا ارجع اظهر اللوجو والتكست والكلام ده كله. الخط ده على فكره انا شايفه من اول الديزاين، بس عامل نفسي مش واخد بالي يعني، لان هو مشكلته ان احنا في اول حاجه احنا عملناها، وهي ان احنا عملنا لاير فوق اللاير بتاعه السما يعني. فمش مشكله يعني، دي سهل ان هي تتعالج بان انت تعمل ماسك لللاير اللي فوق اللاير بتاعه الباك جراوند. انا كده وصلت لنهايه الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وقول لي في الكومنتس انت محتاج فيديوهات عن ايه تاني. شكرا.